السلام عليكم، انا فاطمة وهي دي قناتي محامية في المطبخ. وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الشاي بفتلة بس من غير فتلة. الشاي بفتلة بتقابلنا معاه 3 مشاكل. اولا الفتلة نفسها احيانا تحتوي على نسبة من البلاستيك. تاني حاجة الدبوس نفسه، الدبوس المعدن. وتالت حاجة هي الكيس الورقي ده، لانه بيحتوي على نسبة من المبيضات. طيب واحنا عشان نتجنب الضرر ده كله نعمل ايه؟ كل اللي هنعمله ان احنا هنفتح الكيس بتاعنا بسم الله، وهنفضيه في المج بتاعنا ونصب المية المغلية بتاعتنا. وبكده نكون عملنا معاكم النهاردة الشاي بفتلة بطريقة صحية من غير فتلة، وبألف هنا وشفا.